بنات كتير بيقدموا على وظيفه، ولما رئيس الشركه بيخرج عشان يختار البنت بيقع منها الاوراق بتاعتها وبيبص عليها وبيستغرب جدا وبيقول لها تعالى على مكتبي، واول ما بتقعد بيقول انت اتقبلتي، والبنت بتستغرب وبتقول له ازاي انت حتى ما شفتش الورق بتاعي، وبيقول لها من غير ما تشوفه انا حاسس انك شاطر في الشغل، وبيقول لها انا هجيب لك هديه، وبيقول لها جبت لك صندل، وبيقول لها هاتي رجلك البسهولك، والبنت بتستغرب ان رئيس الشركه جايب لها صندل وبيلبسه لها كمان، وبتحس انه مش كويس من تصرفاته. بعد كده بتكون هي الوحيده اللي اتقبلت، والبنات بيكونوا متضايقين منها وبيقول لها انت وقعت الورق عشان تبين رجلك، والبنت بتزعل عشان بيكونوا فاهمين غلط. بعد كده الولد بيقول لها هستناك في مكتبي الساعه 8، وبتقول له لا احنا بنمشي الساعه 7، وبيقول لها لا عايزك في موضوع، والبنت بتتعصب وبتقول له انت فاهمني غلط، وبتقول له انا ممكن اسيب الشغل وامشي، وبيقول لها في اجتماع دلوقتي. وبعد ما يبقى بص على الورق بيلاقي ان الموظفين سارقين منه فلوس كتير قوي، وبقول لهم انتوا كلكم حراميه، وبقول للبنت انت من النهارده هتبقي المديره وهتمسكي كل الفلوس، والبنت بتفرح وبتستغرب في نفس الوقت، والمدير بيكون قاعد ومتضايق. وبعد ما الاجتماع بيخلص المدير بيقول لها تعالى عايزك في موضوع، وبيقول لها هو افترى علينا، وبيقول لها انا عايزك تقفي معانا عشان ندمر الشركه، رغم ان البنت تكون سكرانه، بس البنت بتقول له لا طبعا مستحيل اخون الامانه. وتاني يوم بتدخل على الشركه وهي متزوقه والناس كلها بيكونوا مستغربين، وسكرتيره رئيس الشركه بتقول لها الرئيس صادق، وبتتصرف وبتدخل الكتب وبتلاقيها قاعد مع بنت تانية، وبتقول لها اخرجي بره، وبتقول له انت ازاي طردتني انا عملت ايه، وبيديها خاتم وبيقول لها عشان ما ينفعش مرات رئيس الشركه تشتغل، والبنت بتفرح وبتوافق.